انطلقت اليوم دورة تدريبية من قبل لجنة التدريب في مؤتمر ستار الشهباء وعفرين لشرح مفهوم تسييس العواطف، وذلك تحت شعار حرية القائد عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية، وذلك في مخيم برخودان. ونظمت اللجنة التدريبية الدورة في كل من نواحي فافين وترفعت وشيراوة، حيث بدأت الأولى في يومها الثاني بمخيم برخودان للمهجرين. وتخللت الدورة إلقاء عدة كلمات من قبل المنسقين في مؤتمر ستار الشهباء وعفرين، وشرح الوضع السياسي في المنطقة أيضا. انضممنا إلى هذه الدورة التدريبية منذ يومين وتعلمنا تسييس العواطف. الموضوع كان مشوقا جدا، هذه المرة الأولى التي ننضم فيها إلى مثل هذه الدورة التدريبية التي جعلتنا نعيش كل يوم بيومه، ولم نكن نعلم أي شيء عن ذاتنا، فقد كنا نعلم بأن هناك ذكاء عاطفي وذكاء تحليلي، لكن في هذه الدورة التدريبية التي شرح لنا الرفاق فيها ظهرت لنا الحقيقة أكثر. كنا نعلم فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وفكر الأمة الديمقراطية، ولكن لم نكن نعلم شعار أخوة الشعوب والعيش المشترك وحب الوطن. كل هذه الأشياء ظهرت عندما أظهرنا مشاعرنا وعواطفنا وتحليل ذهنيتنا وتفكيرنا ودمجناها ليظهر لنا الشكل الصحيح والحقيقي. خو تفکری خو ام گید دمجی هفته دکن افکاری خو گید دمجی هفته دکن ام دغربون در دخین دم سرکاتی گو